مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. طبعا بما ان انا فيديوهاتي كلها من النرويج فبقول من النرويج، بس النهارده بصراحه انا مش في النرويج. النهارده انا في قبرص في اجازه. وحبيت اطلع لكم النهارده بفيديو جديد. الفيديو اللي انا راجعه بيه النهارده هيكون عن فيديو انا اتفرجت عليه على السوشيال ميديا. وبصراحه الفيديو اللي انا اتفرجت عليه ده يعني ايه، ما عجبنيش، لان شفت فيديو لواحد جايب وابنها ماسك لها السكينه، وهو عمال الراجل اللي جايب الفيديو او المذيع اللي جايب الفيديو، خليني اقول هو على قناه معينه بس انا بصراحه مش فاكره القناه كانت ايه، وعمال يتكلم ان هو لو عارف دينه ما كانش هيمسك السكينه لمامته، وما كانش هيضرب مامته، وما كانش هيعمل ده في مامته، وما كانش. بس الحقيقه بصراحه يعني ان انا مش شايفه ان في اي دخل للدين في الموضوع. هو لو اتكلم عن الرحمه هقول ماشي، يعني هقول اوكي، ما عنديش مشكله في ده، لكن الدين ملوش دخل في التربيه. في ناس كتير ما عندهاش دين وبتربي كويس. يعني انا مثلا في البلد اللي انا عايشه فيها، طبعا كله عارف اللي هي النرويج، ما بشوفش الكلام ده. يعني عمري ما اشوف مثلا ان في واحد ماسك لباباه ولا ماسك لمامته ولا بيكرش مامته من البيت، ولا ما في. اول حاجه في قانون، تاني حاجه في تربيه، والتربيه مهمه جدا. يعني التربيه بتبقى موجوده في البيت زائد الحضانه اللي هي من اول ما يبقى عندهم عيال صغيرين، والمدرسه. انا دلوقتي بتكلم على التربيه اللي هم بيربوا عيالهم، ان انت لما تكبر تحترم اول حاجه اي شخص حواليك تحترمه. بيعلموا الاولاد ان هم يحترموا البنات. علشان كده لما بتبقى في بلد في اوروبا، بس طبعا مش كل بلاد اوروبا لان انا هنا في قبرص ودي بلد اوروبيه وشفت العجائب بصراحه، بس مش ده موضوعي النهارده. انا طالعه اتكلم على البلد اللي انا عايشه فيها. بيعلموهم ان انت لما تحترم البنت، يعني تحترم زميلتك في الحضانه وفي المدرسه وفي الشغل، وما ينفعش ان انت تعمل معاها او تقلل منها. يعني ان انت كست مش في الشغل، مش في شغلها، بس كست ان انت تقلل منها. علشان كده الستات في اوروبا بيلبسوا عريان ويلبسوا قصير، محدش بيتحرش بيهم لان هم متربيين من الحضانه. والموضوع بتاعي النهارده مش بس على الاولاد والبنات والتحرش لا خالص، مش ده موضوعي. انا موضوعي على الولد اللي كان بيضرب مامته. وانا كمان شفت فيديو بنفسي ان في ولد بيكرش مامته من الشقه وهي قاعده بره، حاجه تحزن والله العظيم. بس للاسف يعني يحزنني ان انا اقول ان دي تربيتكم، دي التربيه الغلط. لو كل واحد في الدنيا عرف يربي عياله صح، كلهم سواء بنات او ولاد، ما كانش هيحصل كده. ما كانش هيطلع ان في ولد او بنت عاق يعني يكرش باباه ولا يكرش مامته ولا يحطهم في دار مسنين. طبعا انا بتكلم عن دار المسنين عشان احنا عندنا في مصر العادات بتاعتنا والتقاليد ان هي عيب وحرام. في اوروبا غير، يعني في اوروبا ده واقع، وكله في الاخر بيروح دار مسنين. ولو هو ما راحش دار مسنين او عياله ما ودوش دار مسنين، هو بيطلب ان هو يروح. يعني ده واقع هنا. لكن طبعا عندنا عاداتنا وتقاليدنا مختلفة، فمش هخش قوي في الحوار بتاع دار المسنين. لكن الاحترام الاهل، ان انت ما تردش على باباك وعلى مامتك وحش، ان انت ما تكرشهمش من بيوتهم. يعني يكون مثلا الوالد او الوالدة تكون هي اللي عاملة البيت، تكون هي صاحبة البيت، وتكون امنتك، وانت تكرشها في الشارع او تقف لها بسكينة. ده ملوش اي دخل بالدين، ده له دخل بس بالتربية، التربية الصح. عشان كده دايما الناس المتربيين الصح او متربيين صح ما بيعملوش كده في اهاليهم. والنهارده بصراحه انا عديت على حوار لابن رشد. طبعا انا ما كنتش عارف هو مين، يعني لان انا مش ضليعه قوي بال بالعربي يعني كل الحاجات اللي في التاريخ عندنا او المهم. فانا بصراحه عجبني المقوله بتاعته قوي. انا هقراها لكم، انا مش حافظاها بس انا هقراها لكم علشان تعرفوا ان مفيش دخل
مفيش دخل للدين في التربية. التربية حاجة والدين حاجة تانية خالص. طبعا ابن رشد كتب ان التجارة بالأديان هي التجارة الرائجة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل، وإذا أردت أن تتحكم في جاهل فعليك أن تغلف كل باطل بغلاف ديني. عشان كده الناس زي المذيعين اللي بيشتغلوا في القنوات الدينية، أول حاجة أنا مش ضدهم ومش ضد أي حد، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، بس بيطلعوا الناس أو بيطلعوا للناس أو لفئة معينة من الناس، خليني أقول كده، يغلفوا لهم كل حاجة بغلاف الدين، بحيث ان الناس دي تصدق فعلا ان كل حاجة جاية من الدين، او كل حاجة عملناها غلط بسبب ان احنا خارج بره الدين. البلاد اللي انا عايشة فيها او البلاد الاوروبية ما فيهاش دين، 3/4 الناس بيقولك انا مش مؤمن بحاجة خالص، وانا مش بقول ان ده الصح خالص وده مش حواري، بس انا بقول ان هم ملهمش دعوة بالدين، بس لسه عندهم اخلاق، حقيقي عندهم اخلاق، صدقوني. مستحيل ان في واحد زميلك في الشغل او واحده زميلتك في الشغل تلاقيها بتتكلم على ان هي كرشت مامتها، او ان هي وقفت لمامتها بسكينه، او ان هو وقف لباباه كرش باباه في الشارع، او ما فيش الكلام ده. فيا جماعه دي تربيه مش دين. فلو سمحتم لما تيجوا تنشروا حاجه للناس اللي هي البسيطه، للناس البسيطه، يعني في فئه من الناس بتقرا وعندها وعي ثقافي زي ما انا بتكلم على كل فيديوهاتي، وفي ناس يعني في فئة من الناس لا بتقرأ وما عندهاش وعي ثقافي. ده ما يعيبهاش، بس هم لا بيقروا ولا عندهم وعي ثقافي. ما ينفعش بقى انا كمذيع في قناة دينية اطلع وخرب لهم كل حاجة في دماغهم. ابدأوا الاول بالتربية وبعدين ابقى تعالى عند الدين. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.